كذلك قوله لماذا لا نجتمع على بناء صرح هذه الأمة الكبرى ونبذ الطائفية؟ نحن نقول بذلك. من الذي يسب الصحابة؟ نحن لا نسب الصحابة، لا نتعدى على أهل البيت. كل أهل السنة بإجماع هنا لا يتعدون على أهل البيت، وأنت ذكرتها بارك الله فيك في كلامك، أنه لا يوجد اليوم أحد يسب أهل البيت رضي الله عنهم ويتعدى على حقهم، فهذا أمر واضح جلي. كذلك قول الشيخ: لا الشيعة يستطيعون محو أهل السنة ولا أهل السنة يمحون أهل الشيعة. من دعا إلى ذلك؟ هذه كأنها دعوة إلى القتل وغير ذلك. نحن لا ندعو إلى ذلك، نحن ندعو إلى قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. سندعوهم ونرجو لهم الخير، هم وغيرهم، الجميع ندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. أنا أختم بهذه الكلمة فقط، وهو: هل هناك آل وأصحاب؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي الذين تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بحبهم هم الذين نصروا رسول الله ونصروا دين الله تبارك وتعالى. وعندما الآل، عندما دائما الآل والأصحاب، من هم الآل والأصحاب؟ دائما علي بن أبي طالب، هل عندنا هو الآل؟ عبد الله بن عباس، عائشة أم المؤمنين، أم فاطمة، الحسن والحسين كانوا صغيرين رضي الله عنهم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولكل منهما 6 أو 7 سنوات على الكثير. فكيف بعد ذلك يقال الآل والأصحاب؟ الآل والأصحاب شيء واحد، هم لبنة واحدة لا فرق بينهما. ونحن عندما نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الثناء الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم آله ومن ضمنهم أقاربه الذين نصروه ووقفوا معه صلوات